السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. مبروك فريق بيراميدز، لقب قاري جديد يضاف إليه، ومبروك الانتصار على أندية دوري روشن السعودية. كابتن مدحت شلبي، ها الكرة المصرية على الخريطة ولا لأ؟ عشان كان من فترة كابتن مدحت شلبي بيقول لك طبعا بعد إنجاز الهلال إن هو كسب السيتي وتعادل قبل كده مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية. طبعا كل الناس بقى اللي شغالين مع السعوديين والكلام ده زي عفيفي وزي مدحت شلبي طلعوا علينا بأقوالهم وآرائهم الجهبذية، وقال لك أصل الفرق دي طبعا الدوري السعودي قيمته التسويقية عالية، بس القصة كلها إن أنت بتجيب لعيبة وأنا في الآخر بأندية الدوري المصري بأقل الإمكانيات بكسبك. يعني هي دي القصة. كابتن مدحت شلبي كان طالع يقول لك الأندية المصرية مش على الخريطة. أمال مين على الخريطة يا كابتن؟ الزمالك اللي كسب الأهلي وتعادل مع النصر، بيراميدز اللي كسب فريق أهلي جدة على أرضه وعمل ملحمة عالمية. يوريتيتش يا جدعان ما نزلش دافع، راجل نزل هاجم وعمل ماتش، وكان المفروض الماتش يخلص 5-6. طبعا انا مش هتكلم طبعا على كبير القاره بتاع افريقيا واسيا النادي الاهلي، يعني الاهلي مديهم قبل كده، مدي فرقه الهلال اللي هو الزعيم ولا العميد 4، وطبعا مدي الاتحاد 4 اللي هو العميد. الهلال الزعيم والاتحاد العميد. ويقول لك ايش الاهلي ومش ايه انديه مصر؟ والله يا ابني بطوبتين بنجريكوا. وده يبين لك قد ايه ان العنجهيه عندهم عاليه قوي. يعني انت معلش، يعني انت صارف وعندك جوليانو ورياض محرز وعندك ادوار مندي ولاعيبه اصلا واخده كاس عالم انديه واخده تشامبيونز ليج وقيمتهم التسويقيه بالمفاجاه بالمره. عشان بس موضوع القيمه التسويقيه، عشان ناس سعوديين دخلت هاجمتني في موضوع الفيديو بتاع ساعه اللي هو ايه الزمالك وانا بتعاير بالهلال. طبعا القيمه التسويقيه للهلال كانت عاليه، كانت ساعتها حوالي 350 مليون، وبرضه الرقم ده صحيح. مهما تقول مهما تعيد، اديك انت اهو بفرقه مع احترامي قيمتها التسويقيه، مش هقول لك بقى رقم اعلى من بيراميدز واعلى من الاهلي والزمالك قيمه تسويقيه وفلوس. كفايه جوليانو ده، كفايه معلش مع احترامي ريناتو فيجا. انت عندك ريناتو فيجا وعندك ادوار مندي ورياض محرز ودي ميريل وعندك ماريال وكوي وي وي. في الاخر اللي بتكسب هي عزيمه المصريين، او مع احترامي اللاعب الرجاله. كنا بس عايزين نسمع بس صوتك يا كابتن احمد عفيفي، انت فين؟ الأندية السعودية تقدر تهزم أي فريق مصري بسهولة؟ لا والله. طب كويس أهو، والله فرقة بيراميدز برافو عليهم، مع إن أنا أهلاوي ما كنتش يعني الناس هتقول لك إيه يا عم أنت أهلاوي والكلام ده، مش عارف لهم. لأ، أصل النادي ده بيلعب قدام فرقة أجنبية اللي هي السعوديين، اللي هم شايفين نفسهم إحنا أعلى كواليتي في كورة، والدوري بتاعنا أقوى دوري في العالم، وشايفين نفسنا بنجيب فلوس وي 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 وي. وعندنا كريستيانو رونالدو. والله يا ابني حتى كريستيانو رونالدو الزمالك اتعادل معاه، وكان الزمالك ماسك النصر ماسح بيه الارض، بس عادي احنا بنتفرج اهو. مبروك نادي بيراميدز، بجد مباراة عالمية. فيستون مايلي يا ابني انت مهاجم فعلا، هو ده اللي كان المفروض يجي الاهلي. بس يلا بقى وسام الله يسامحك. طبعا انا مش هتكلم عن ماتش الاهلي وحرس الحدود، ليه فيديو تاني. بس بجد انت بتعمل الأندية المصرية، بتعلم الأندية السعودية إن أنت مهما جبت، بص لعبت العالم مهما امتلكت من فلوس، أنا بأقل الإمكانيات كمصر والأندية المصرية. طب نجيب لكم مين يلعبكم؟ الإسماعيلي اللي هو الأخير بتاع الدوري عندنا ممكن والله يكسبكم. الإسماعيلي باللعيبة اللي معاه، بالكواليتي اللي معاه هيكسبكم. نبعت لكم زد ولا الجيش ولا وادي دجلة هيكسبوكم. هي دي أندية السعودية، تفخيم وطخ بخ وبطن فاضية وجعجعة على الفاضي، واحنا ايش الاهلي ومش ايش الاهلي، والجماهير السعودية تقعد تفخم، وفي الاخر اجي انا مثلا بلعيبة زلاكا وقطة والرجالة يعملوا عليكم احلى حفلة احلى بارتي. مبروك نادي بيراميدز، واحلى مسا على اخواتنا السعوديين. والله يعني ده احلى بص، انا من جوه اما انتوا بتخسروا من الانديه المصريه انتوا بترجعوا لحجمكم الطبيعي، هو ده حجمكم الطبيعي. ويا ريت والله اتمنى ان الهلال بتاعكم ده يشارك في البطوله العربيه اللي جايه ويلاعب الاهلي او الزمالك، عشان فعلا نعرفكم بقى احجامكم الطبيعيه بجد. عشان انتوا بقى ايه، كل واحد بقى يقول لنا ده انا جايب لعيب ب 200 مليون ولعيب مش عارف ايه. اللعيبه دي كلها مرتزقه بتجري على اكل عيشها، مش زي لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز او الانديه المصريه. لعيبتنا رجاله. مبروك بيراميدز،
وهارد لك لأندية الدوري السعودية، ويا رب نفضل منكدين عليكم دايما إن شاء الله كأندية مصرية في أي محفل دولي أو ودي. السلام عليكم.